السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو سهل جدا وسريع. هنتعلم فيه ازاي نعصج اللحمة، نطلع أحلى لحمة معصجة إن شاء الله. تقدري تعملي بيها مكرونة بشاميل رواق باللحمة، تقدري تعملي بيها أي حشوة للمعجنات، تقدري تعملي بيها كمان بيتزا، أي أنواع من الفطاير. حلوة جدا 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 إن شاء الله، هتعجبكم الطريقة ومقاديرها إن شاء الله سهلة جدا. عندي هنا ده نص كيلو من البصل، عليه نص كيلو من اللحمة المفرومة ناعم زي ما انتوا شايفين كده، وفيها نسبة من الدهون عشان تعمل ريحة وطعم حلو للحمة المعصجة بتاعتك. تمام. عندي هنا كمان حوالي 3 فصوص من الثوم مفرومين كده او متقطعين ناعم. عندي هنا التوابل بتاعتنا بقى دول ملح وفلفل اسود، والفلفل الاسود بتاعي انا طحنه معاه حبهان او هيل. عندي هنا بهار مشكل او بهارات اللحمه، بتدي ريحه حلوه جدا جدا للحمه المعصجه بتاعتك. بهارات اللحمه او بهارات مشكله او بهارات لحمه مشويه. عندي هنا كمان حوالي معلقه صغيره من البابريكا، شوية من الكاري وشوية من الشطة وكمان شوية من الجنزبيل البودرة. لو عندك بقى شوية قرفة حط شوية قرفة، عندك قرفة مطحونة، عندك ورق لورا حط ورقة لورا. انا بصراحة ما عنديش ورق لورا دلوقتي فهعملها من غير ورق لورا، بس ورق اللورا بتدي لها ريحة حلوة جدا، فلو عندك ورق لورا حطي ورقتين فيها. وبعد ما تعصجيها بتشيليها منها ومش بترميها، يعني مش بتحطيها في الاكل عشان بتضايق في الاكل جدا. تمام. انت بتحطها بس وهي بتتعصج كده، بتاخد بس الريحة والطعم، وبعد كده بتشيليها بعد ما تخلصي تعصيج اسفة، بعد ما تخلصي تعصيج اللحمة بتشيلي ورق اللورا. عندي هنا شوية من الكاري والجنزبيل البودرة، وكمان لو عندك توم بودرة وبصل بودرة حطي، ما عندكيش احنا كده كده مستخدمين البصل والثوم فمش محتاجينه يعني، بس لو حابة تزودي النكهة. تمام. دي كده كل التوابل بتاعتنا. دلوقتي بقى اول حاجه هعملها، هروح على النار في طاسه فيها ماده دهنيه، مثلا ممكن تحطي زيت مع سمنه او زبده او زيت بس زي ما تحبي. تمام كده. هحط البصل بتاعي واحط عليه رشه من الملح عشان يدبل معايا بسرعه. انا عايزه ادي للبصل بتاعي لون ذهبي فاتح كده عشان يدي طعم حلو للحمه المعصجه بتاعتي. هدبل البصل بتاعي وبعد كده نكمل الخطوات ان شاء الله. بقى انا هصفي البصل زي ما انتوا شايفين كده، اديت له لون ذهبي زي ما انتوا شايفين في شويه من الزيت. هنزل بيه اللحمه على البصل كده بسم الله، واحاول افككها عشان تفككيها من بعضها كده عشان ما تكلكعش معاكي. لو سبتيها زي ما هي هتبقى قرص واحد وهتكلكع معاكي ومش هتبقى مش هتبقى حلوه. ففككيها في البصل كده بس بالراحه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، لان لو نزلت العصاره اللي فيها اللحمه هتبقى مأستكه معاكي وطعمها مش حلو. بالراحه جدا كده هتفكيها، والنار بتاعتك تكون متوسطه ما تكونش عاليه على الاخر. فككت اللحمه بالمعلقه بالمنظر كده بالراحه خالص عشان زي ما قلت لكم ما تنزلش العصاره اللي جواها والطعم بتاعها ما يبقاش حلو. تمام كده. هسيبها بس لحد ما لونها يتغير، يبقى لونها تاخد لون السوا او تاخد اللون اللي هو البني ده، وبعد كده هقلبها على الوش التاني. في المرحله دي بقى هتحطي ورقه لورا او ورقتين من اللورا اللي هو ورق الغار عشان تدي ريحه وطعم حلو للحمه بتاعتك. انا زي ما قلت لكم مفيش عندي فمش هحط. ولو انت مش طحنه مع الفلفل الاسود بتاعك مش مطحون معاه حبهان او هيل، هتحط حبتين او 3. تمام كده. دلوقتي بقى اللحمه بتاعتي نشفت زي ما انتم شايفين كده، مفيش فيها ميه خالص اهي، مفيش فيها اي ميه خالص، ما نزلتش العصاره بتاعتها ولا شربت ميه ولا اي حاجه. تمام. اللون بتاعها اخد لون السوا اللي هو اللون البني ده. تمام كده. عايزه بقى تحط لها رشه قرفه مطحونه او حته صغيره من عود القرفه، تدي لها ريحه حلوه جدا جدا. تمام. دلوقتي بقى عندي التوابل بتاعتي وفيها الفصين توم المفرومين، هنزل بالتوابل اللي فيها التوابل والملح وفصين التوم المفرومين. تمام كده. وهديها تقليبه كده،
وهديها تقليبه كده زي ما انتم شايفين. الله بقى على الريحه، الريحه بجد خطيره خطيره خطيره. الريحه طبعا طلعت دلوقتي جامده. حطينا التوابل مع الثوم والحاجات الحلوه دي، طلعت كل الريحه دي. تمام كده، هديها تقليبتين كده وبعد كده هتبقى جاهزه معانا. خلاص هي اصلا ما بتاخدش سوا، بتستوي معاكي بسرعه جدا. لو انت بقى عندك مرقه اللي هي شوربه يعني، هتحط لها مثلا نص كوبايه من الشوربه وتغطي عليها وتسيبها تستوي شويه عشان تاخد طعم الشوربه. لو انت عندك شوربه حلوه او مرقه حلوه تمام كده. ما عندكيش هيبقى كده خلاص بقت كويسه معانا. حابه تضيفي لها معلقه من الصلصه هتضيفي لها معلقه من الصلصه بقى. هديت النار على الاخر عشان اللحمه ما تنشفش معايا، لان ما فيش فيها ولا نقطه ميه زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم حابه تضيفي لها نص كوبايه من الشوربه وتسيبيها تستوي معاها على معلقه كمان من الصلصه، وتسيبيها بس دقيقتين 3 كده تاخد وتدي مع بعضها. بس تغطي الطاسه بتاعتك او تغطي الحله بتاعتك اللي انت بتسوي فيها عشان تاخد وتدي مع بعض. وده كده الشكل النهائي بتاع اللحمه المعسكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم حابين تضيفوا لها شويه من المرقه او الشوربه ومعلقتين من الصلصه كده، وتسيبوها تاخد وتدي مع بعضها حوالي دقيقه او دقيقتين بس، وانتم مغطيين الصينيه او المقلايه بالغطا. واخر حاجه خالص هتضيفوا فصين من الثوم، هتدي لها طعم وريحه ما حصلتش، ورشه قرفه كده زي ما قلت لكم. بجد حاجه تحفه تمام كده. لكن لو انت هتستخدموها في، انا عملتها كده عشان تنفع لكل انواع المعجنات والفطاير والبشاميل والبيتزا وكل حاجه، فما كانش ينفع ان انا اضيف فيها صلصه او شوربه تمام، لان هتبقى طريه معانا لما تيجي تستخدميها في معجنات مش هتنفع. اما لو انت هتستخدميها في مكرونه بشاميل او رقاق باللحمه او مثلا كوسه بشاميل او الحاجات اللي زي دي اللي هي الصواني يعني، هينفع ان انت تضيفي فيها صلصه وكمان شرب. لو معجنات لازم تكون ناشفه زي دي، ما يكونش فيها نقطه ميه خالص عشان ما تعجنلكيش الفطاير بتاعتك او المعجنات بتاعتك تمام كده. فعشان كده انا ما عملتش الخطوه دي، انا عملت الاساس. فالاضافه دي بقى بتاعتكم انتوا على حسب ما انتوا هتستخدموها في ايه تمام كده. عملناه بمنتهى السهوله اهو، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا بجد تحفه. عايزه اقول لكم بقى، لو انتوا في ناس بتحب تضيف لها اللي هي الفلفل الاحمر الشطه ده اللي هو الفلفل الحار، او مثلا معلقه هريسه شطه او فلفل اخضر اللي هو الحر ده، زي ما تحبوا ممكن تضيفوا واحده من الفلفل الشطه ده، هتدي طعم حلو جدا جدا ان شاء الله. برده هيعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.